يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى ناس في الدنيا دي كلها. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض بوريك الافران بالجبنه بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، والنتيجه هتبقى تحفه. هقول لكم سر التسويه المظبوطه وازاي البوريك كده يطلع خفيف وهش وقطني، والطعم يا جماعه بجد خطير. وهينفع كمان الناس المستعجلة اللي عندها شغل الصبح بدري، تاخد كده واحدتين تلاتة اربعة عشرة كده الصبح بدري جنب كوباية شاي، حاجة في الفطار في منتهى الجمال او في العشاء. خفيف وطعمه يتجنن. شايفين شكله؟ تحفة تحفة تحفة، والعجينة عاملة زي القطن. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. وكمان عامله لكم فطاير، يعني اللي حابب يعمله على شكل البوريك يعمله، اللي حابب يعمله فطاير كبيره يعمله اللي انتوا عايزينه بحشوه الجبنه تجنن. يلا بينا نبتدي في الطريقه بتاعتنا على طول. اول حاجه حبايبي معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم الدقيق انخله كويس جدا جدا مره واتنين. كل ما تنخليه كل ما هتلاقي العجينه فلافي وطريه وتحفه. اهم حاجه نخل الدقيق. هحط بقى على النص كيلو دقيق 3 معالق كبار من السكر. السكر هيدي طعم حلو قوي قوي للبوريك، وفي نفس الوقت هيديني لون حلو في التسوية. وكمان معلقة كبيرة مليانة كده من الخميرة الفورية او الخميرة بيرة. وكمان نص معلقة من الملح، نص معلقة صغيرة كده من الملح. خلي بالكم العجينة اللي ما فيهاش ملح كتير بتلاقيها صفطانة وهبطانة كده، احنا بنستخدم الملح كمحسن. وكمان معايا ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية كفاية قوي على نص كيلو من الدقيق. النص كوباية هتلاقوا المعجنات ناشفة شوية، فربع كوباية هتخلي المعجنات طرية وحلوة جدا جدا. وبعدين هضيف كده المية شوية بشوية واعجن العجينة كويس قوي. تستخدمي مية فترة، تستخدمي مية دافية زي دمعة العين كده زي ما انت عايزة. خلاص. وبعدين هاجي العجينه دي حلوه قوي. لو حتى عارفه مقدار الميه اللي انا هحطها لازم اضيفها شويه بشويه. العجينه يا جماعه تكون طريه بس في نفس الوقت ماسكه نفسها. ليه؟ لان العجينه لو سايحه وسايله كده هتلاقي البوريك فارش كده في الصاج، فمش هيبقى حلو. لازم العجين يعلى لفوق، يرفع لفوق. عشان يعلى لفوق انا محتاجه ان العجينه تكون ماسكه نفسها. خلاص، طريه بس ماسكه نفسها. كمية المية ده على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، لان في كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل. في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل. انا بعد ما بعجن العجينة بسيبها ترتاح كده لمدة نص ساعة، الخميرة تمشي فيها بس. وبعدين هبدأ ان انا افردها على رش الدقيق، يعني هرش رش الدقيق كده على الرخامة وبعدين احط العجينة. وابدأ بقى ان انا افردها بنشابة او بايديا بسمك متوسط، يعني مش بخلي السمك بتاعها تخين ومش بخلي السمك بتاعها رفيع. وبعدين ببدأ ان استخدم النشابة كده افردها كويس. خلاص. ومعايا بقى كوباية، معايا غطا، اي حاجة، المهم عشان البوريك يطلع قد بعضه. تمام. حلو جدا جدا. هنجيب بقى كوباية، انا هستخدم كوباية عشان كله بس يبقى مقاس واحد. وبعدين هبدأ ان انا كده اقطع العجين. وطبعا الزوايد دي احنا مش بنرميها خالص خالص، بالعكس احنا بنلم العجينة وبنبدأ ان احنا نستخدم الزوايد تاني. بس ما ينفعش اول ما الم الزوايد افردها على طول لاني هتكون شد عرق، فلازم برضو اسيبها ترتاح. الاول بقى هبدأ ان انا احشي اللي انا قطعته ده، هلم العجينة واركنها على جنب ترتاح عشان تتفرد معايا بسهولة. وبعدين بقى معايا الجبنة اسطنبولي اللي هي الجبنة القديمة. وبعدين ابدأ ان انا احط بقى الكمية المناسبة في قلب البوريك اللي انتوا عايزينه، على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. تقدروا تحشوا جبنه موزاريلا او تقدروا تحشوا جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه قديمه زي اللي انا حاشيه بيها دي. بس الجبنه دي اللي بتكون متوفره اكتر في الافران، يعني الجبنه دي اللي بتكون محطوطه في البوريك. معروف البوريك بحشو الجبنه النوع ده. وبعدين ببدا ان انا اقفل البوريك بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يدينا الشكل الجميل اللي احنا بنحبه. انا بقى هعمل كل الكميه بنفس الشكل دوت كده. وزودي الجبنه كده بيبقى طعمها خطير، طعمها حلو قوي قوي يا جماعه. وبعدين نقفل كويس قوي قوي، بس لازم التقفيله دي مهمه عشان ما يفتحش مني لو هو بيخمر ولا هو بيستوي. بنقفل كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، والعجينه تحفه وبتتقفل معانا بمنتهى البساطه.
صاج مدهون دهنه لا تذكر. الصاج يا جماعه مدهون دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت. وبعدين ببدا ان انا ارص كل كميه البوريك بنفس الشكل دوت، واسيب برضو مسافه بسيطه كده بين الواحده والتانيه. طبعا العجينه اللي انا ركنتها على جنب دي ارتاحت. بعد ما عملت الكميه دي هبدا ان انا اشتغل بقى في العجينه التانيه بنفس الشكل دوت. انا معايا هنا بياض بيضه، عشان الناس اللي عندها مشاكل في ضفارة البيض ما بتحبش تدهن بالبيض المعجنات، انا هشتغل لكم النهارده ببياض البيض، وهيدي لمعه تحفه. بيدي لمعه كده عامل زي الباتيه. يعني بصوا حاجه كده فظيعه، عامل زي بتاع الشركات والمصانع. بياض البيض اللمعه بتاعته تجنن، جربوه. وما فيهوش اي زفاره حتى لو ما ضفتيش فانيليا. مش حابه برضو اي حاجه من البيض، تبداي ان انت تجيبي شويه حليب او شويه ميه بسكر، خلاص، او شويه قهوه سريعه الذوبان كده، تدوبيها في شويه ميه او لبن، وتبداي تدهني وشهم اللي انت عايزاه. بس عشان احنا هنحط شويه سمسم وشويه حبه البركه عليهم، فلازم الدهنه دي مهمه. وكمان بتدي لمعه للبوريك. والاحسن من ده كله اصلا صفار البيض، يعني صفار البيض مع شويه حليب. لو ما عندكيش مشكله ابداي ان انت تشتغلي بصفار البيض وشويه لبن وشويه فانيليا او شويه خل، يعني عشان بس الزفاره. خلاص، مش هتلاقي اي زفاره ولا اي حاجه، والطعم هيكون روعه. بس هنشتغل النهارده ببيض البيض علشان اللي عندهم مشاكل مع الزفاره، ومش هتشموا اي ريحه زفاره. انا طبعا بعد ما بدهنه بسيبه يخمر لمده ساعه، لان انا كنت عاملاه بالليل والجو كان ساقع شويه، الجو كان ساقعه، فكنت عاملاه بالليل، فسبته حوالي ساعه كده على ما يخمر ويضاعف حجمه مره كمان زي ما انتم شايفين كده. انا عملت الشكل دوت اللي هو المعتاد بتاع الافران، وعملت كمان شكل كبير شويه اللي هو بيكون شبه الفطاير. مبدئيا كده البوريك بيتحط فيه معلقه صلصه، يعني البوريك الاصلي بتاع الافران بيتحط فيه معلقه كبيره من الصلصه، خلاص، وكمان بيتحط فيه معلقه سمنه. بس انا حبيت اعمله خفيف كده، يعني يكون شكله حلو، وفي نفس الوقت طعمه روعه. انا حبيت اعمله بشكل تقليدي كده، لان في ناس بتواجههم مشكله مع اضافه الصلصه. يعني انا سمعت من كذا حد ان الصلصه بتغير طعم البوريك شويه. انا بالنسبه لي جربتها قبل كده وما كانش في اي حاجه، وجربت برضه ان انا احط معلقه من السمنه ادته طعم حلو. بس انا حابه ان انا اعمله خفيف كده. التسويه بتاعته سواء في فرن جاز او فرن بوتاجاز، في بدايه التسويه النار بتكون عاليه جدا جدا عشان يطلع هش. ما ينفعش النار تكون هاديه، النار لو هاديه البوريك هيبقى ناشف. النار تكون عاليه في بدايه التسويه، النار بتكون عاليه جدا. اول كده ما يبدا ياخد لون ببدا ان انا هدي النار واحرك الصاج كل شويه وهو في الفرن عشان ياخد لون موحد. ما بياخدش من 5 دقايق ل10 دقايق في الفرن بالكتير قوي. لو زاد عن كده البوريك هيبقى ناشف. وبس كده عملنا مع بعض اسهل شويه بوريك بكوبايتين دقيق. عملنا اطعم والذ بوريك ممكن تعملوه في البيت. شكله حلو قوي، طعمه لذيذ، العجينة هشة وقطنية وخفيفة، والتسوية روعة. شايفين شكله؟ والعجينة دي تقدري تستخدميها في كل انواع المعجنات. جربوه، متأكدة انه هيعجبكم. طبعا اول ما بيخرج من الفرن كده يكون معايا بخاخة من المية، وابدأ ان انا ارش عليه كده واسيبه لحد ما يبرد. وما ينفعش احركه من الصاج ابدا وهو لسه سخن، خلاص لازم اسيبه يبرد تماما. انا حبيت اعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وكل المشاكل او الحاجات اللي انتم مش بتحبوها او الاضافات اللي انتم مش بتحبوها في البريك انا شلتها. شلت دهان الوش صفار البيض، وشلت الصلصه. فيعني النهارده عاملاه بمنتهى السهوله والبساطه، خفيف وهش وقطني، والطعم يا جماعه جربوه ومستنيه رايكم فيه. متاكده مليون الميه انه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك 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 واشتراك في القناه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها لكم. واسيبكم في رعايه الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم.